كاينين الناس كيعيشوا 8 السوايع ومع ذلك كيلقاو راسهم مازال ما ارتاحوش. بغيت نسولك، شحال من مره فقتي الصباح وحسيتي براسك انك فعود ما تحس براسك ارتحيتي، حسيتي براسك ما ارتحيتيش وما شبعتيش نعاس، وكتقول مع راسك انا نورمالمون نعست 8 السوايع ولا نعست 1 السوايع كافيه، ولكن مازال ما كنحسش براسي مرتاح. وهو في الحقيقه ماشي كل تعب السبب ديالو قله النعاس، وماشي كل ارهاق السبب ديالو الخدمه بزاف. بعض المرات كيقدر يكون تعب السبب ديالو ولا لوريجين ديالو ستريس بزاف ولونكسيتي ولا الاحساس ديال القلق اللي كيكون مستمر معايا واحد المده طويله. ديك الاحساس ديال واحد لو دونجي كاين، ولكن في نفس الوقت ما عارفش علاش، ما عارفش هذاك لوريجين ديال لو دونجي منين جاي. وفي نفس الوقت هذاك الاحساس فاش كيبقى مستمر معاك النهار كامل كتحس بواحد ليبويزمون، كتحس بواحد لو مونك دينيرجي، لان الجسم ديالك ما تيكونش مرتاح، لان الدماغ ديالك كيكون كيستهلك في هذه الحاله هذه الطاقه بزاف، فكيبقى فيجيلون، فكيبقى كيحسب، كيبقى كيستعد لي بيغ سيناريو. كنعرف ان هذه الحاله هذه اللي كنكون داخل فيها وانا ما شاعرش براسي، هذه بوحديتها كتستهلك مني واحد الطاقه كبيره. هذاك الشيء اللي كتقدر تلقى واحد الانسان خدم النهار كامل ولكن ما عياش، وفي نفس الوقت كتلقى واحد الانسان ما خدمش بزاف، ما دارش واحد المجهود كبير، وفي نفس الوقت كتلقاه ايبويزي. علاش؟ لان بهذيك الحاله اللي بقى مستمر فيها الحاله ديال القلق او الحاله ديال الستريس. ولكن علاش داك اللي ما خدمش كيحس بليبويزمون؟ لان نورمالمون العضلات كتعيا الا دارت واحد المجهود، الا بلات واحد المجهود. باغ كونطخ الدماغ ديالنا غير من الحاله ديال القلق كيقدر انه ياخذ لينيرجي ويكونسومي لينيرجي. هذاك الشيء علاش الانسان كيحس بالتعب واخا ما دارش واحد المجهود كبير. وخاصني هنا نسول راسي ماشي شحال نعست من السوايع، خاصني نسول راسي انا شحال بقيت سوبريسيون ديال الافكار ديالي اللي ما حبساتش ليا النهار كامل. ولا عندك شي كيسيون في هذا الموضوع اكتب لي في الكومونتير.